اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناتي، وحشتوني يا أحلى جمهور في الدنيا. هنعمل مع بعض النهاردة العيش البلدي الفلاحي بدون مطرحة. هنعمله على عين البوتاجاز، وهنشوف الطريقة ازاي من الألف للياء، من بداية العجين لغاية ما نخبز العيش مع بعض. العيش البلدي الفلاحي على أصوله من الألف للياء وبدون مطرحة وبدون رح. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة خالص. اتبعي معايا الخطوات وان شاء الله هينجح معاكي. انا هدى ودي قناتي. لو اول مرة بتشوفوني ياريت تعملوا لايك واشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول. هنشوف مع بعض العيش البلدي الفلاحي بتاعنا. اول حاجة انا معايا كيلو من الدقيق، انا مغربلاه كويس. ده دقيق بلدي يا جماعة، دقيق من الفرن البلدي. وحطيت عليه معلقة ونص من الملح. هحط 3 كوبايات من المية. انا مش هعير لكم المية لان ممكن على حسب الدقيق بتاعك المية تكون دافية، علشان احنا دلوقتي في الشتاء. وحطيت من الخميرة معلقة كبيرة من الخميرة البيرة، مش هحط اي حاجة تاني. بس كده هنحط الدقيق على المية والخميرة والملح. هنعجن مع بعض. هوريكي قوام العجينة. طبعا احنا هنخلي مية جنبنا علشان ايه، نشوف لو احتاجنا مية هنحط. انا مش هعبر معاكم المية، بس انا اول مرة حطيت 3 كوبايات. انا معايا الكوباية دي بتشيل رتلي بالظبط. هنعجن. انا عايزة قوام العجينة ملزق، مش هعمل لكم العجينة ايه تكون ايه سايبة شوية، لا هتكون متماسكة، بس ايه برضو تكون ملزقة. هتعجني كده كويس لغاية ما يجيب معاكي عرق. انا سايبه لكم الفيديو اهو. بس كده تمام. هعجن معاكم انا كويس. طبعا الابله ايسل عما تلعب معايا زي ما انتوا شايفين. انا هعجن وارجع لكم. بس اهو العجين شايفينه. ده دقيق بلدي يا جماعه، جايباه من الفرن. انا دقيق من الفرن. ابله ايسل عايز تعجن معايا زي ما انتوا شايفين، بتشمر درعيها. اهو ده القوام العجينه اللي انا عايزاه. شايفين ملزقه ازاي في ايديا؟ مش عايزاها عجينه سايبه خالص ولا متماسكه، عجينه كده متوسطه زي ما احنا شايفين. بس كده تمام. هنسيبها تخمر. هنشوف هنقطعهم مع بعض. عما نتخانق احنا وايسل زي ما انتوا شايفين. بس كده تمام. هنغطي العيش بتاعنا ووريهولكم بعد ما يخمر معانا ان شاء الله. بس كده تمام. خلصنا من العجين. هنشوفه ازاي. اهو لازم تسيبيه يخمر. كل ما يخمر معاك العجين بيديكي ريحة حلوة للعيش البلدي. اهم حاجة الخمر بتاع العيش. هنقول كل التكات والتفاصيل في العيش البلدي بتاعنا النهاردة، او العيش الفلاحي. هنعمله بدون مطرحة. هنا ممكن تقطعيه على زيت وممكن تقطعيه على دقيق زي ما انت حابة. انا هقطعه على زيت. هعمل لكم فيديو تاني هنعمله بالدقيق ان شاء الله. هنعمله على عين البوتاجاز، مش هنحتاج فرن غاز ولا فرن كهرباء. هتقطعيه الرغيف زي ما انت حابة، عايزاه كبير عايزاه صغير. ولازم تسيبي مسافة كده علشان هنسيبه يخمر على ايه، على الردة بتاعتنا. هنا ممكن تحطي دقيق مكان الردة برضو مفيش مشكلة، بس الردة بيبقى لك زي البلدي بالظبط. ومقاس الرغيف زي ما قلت لك زي ما انت عايزاه صغير زي بتاع الفرن اعمليه صغير، عايزاه كبير هتعمليه كبير. دي تجربة وانت حاولي تعمليها وهتنجح معاك ان شاء الله. انا بصراحة كبرته شوية عشان انا بحب الرغيف كبير.
وعلى فكرة اقول لكم انا بعمله، بس انا ما بعرفش ارح على فكرة، عشان كده انا حبيت الطريقة دي. بس كده احنا بنعلم بأول واحدة معانا اهو خمر اهو، شايفين؟ بس تعالى هنفرد بقى العيش بتاعنا على طبلية، على رخامة، زي ما انت حابة، على صينية. هنحط شوية ردة. تاخدي اول واحد، لو حابة تعملي الحركة دي مفيش مشكلة، لو ما بتعرفيش برضو مفيش مشكلة. انا هعمل لك الاتنين. انا بعمل الحركة دي بس ما بعرفش اريح على فكرة. بس كده بنحط شوية زيت على المردانة بتاعتنا او النشابة. هنا لازم تضغطي خفيف، ما تضغطيش جامد على العيش بتاعك. ودايما تاخدي من النص وتطلعي برا، من النص وتاخدي عليكي. بصوا انا بعمل ازاي، ودايما تاخدي بالك من الاحرف. عايزين الاحرف تبقى خفيفة في النص، ما تضغطيش في النص عشان يقب معاكي. لو ضغطتي في النص مش هيقب معاكي. شيلي كده، حاولي الردة عشان ما تلزقش من الزيت. بصوا تمشوا كده بالراحة من جوه على بره. بس كده تمام. انا معايا صينية، دي صينية الفرن بتاعي. احنا هنستخدم برضو صينية البسبوسة، مش بس الصينية دي. بصوا تتلكفيه كده على ايديك الاتنين، بصوا معايا شايفين، وتحدفوه كده في الصينية بتاعتكم وسووا عادي. بعد كده في الحالة دي احنا مش هنخبزه على طول ولا هنروح عليه على عين البوتاجاز، لازم تسيبيه 5 دقايق، عشان طبعا احنا عملناه بالمردانة فعايزينه يرفع شوية. يعني لو عندك صواني مثلا وعايزة تعمليهم فيها مفيش مشكلة، وبعد كده تخبزي مرة واحدة. اهو ده انا ما عملتوش على ايدي زي ما احنا شايفين، لازم نمسحها بالزيت. زي ما قلتلك ممكن تقطعيه على دقيق، تشتغلي كده بالراحة، تفردي بالراحة، ما تضغطيش عليه جامد عشان ما تفرغيش الهواء كله ويتبط منك لما تحطيه على النار. من جوه على بره ومن بره على جوه، زي ما احنا شايفين كده. وتحاولي ما ترققيهوش قوي كده، يعني دايما خليه متوسط عشان يرفع معاكي. بس اهو تشيليه على ايديك الاتنين، شايفين، واحدفيه كده في الصينية، ساويه عادي ما فيش اي مشكلة. بس كده هنسيبه برضو 5 دقايق حتى هنحطه على النار. بس كده انا اهو هنسوي مع بعض، حطيته على البوتاجاز من فوق، هنسيبه ياخد وش، هياخد قصدي من تحت يعني طلع فقاقيع. هنا انا حطيته تحت الشواية في البوتاجاز، شايفين الشواية، بس انا ما ولعتش الفرن لاني اصلا انا زرار واحد ما بيولعش تحت وفوق. انا مولعه الشوايه يعني تخليه فوق يدوب وكده يقب معاكي، وتقومي منزلاه تحت الشوايه، هيتخبز معاكي احلى عيش. شايفين معايا الرغيف قب ازاي؟ عيش بلدي ده ولا مش عيش بلدي؟ بس اهم حاجه ما تخليش الشوايه قريبه عشان ما يلسعش منك. انا الشوايه قريبه بصراحه فهو لسع مني. شايفين فتح ازاي؟ احلى عيش والله العظيم، طلع تحفه. شايفين يا جماعه؟ اهي الرغيف التاني هو على البوتاجاز، هاخده ادخله. شايفين؟ والله العظيم تجربة 100%، تشكر على اللي قالت على الفكرة دي. وانا هقول اسمها فخر الفيديو، انا واخدها من قناة والله العظيم، مش مألفاها يعني، عشان كل واحد ياخد شايفين؟ والله العظيم طلع حكاية تحفة. شايفين العيش يا جماعة؟ كان جايباه من الفرن، وكانه مخبوز في فرن بلدي. بس كده انا سرعت لكم الفيديو هنا اهو زي ما احنا شايفين. هكمل باقي العيش بتاعي واحطه برضو في الصواني واخبزه زي ما انتوا شفتوه بالظبط. سهل خالص والله العظيم، احلى من الرح، اسهل من الرح.
انا عن نفسي بقول لكم انا ما بعرفش ارح عشان انا صعيديه مش فلاحه. بصوا بيقب معاكي ازاي. حطيه على العين وبعد كده تدخليه في تحت الشوايه بس. حاجه كده تحفه. ونوع الدقيق على حسب الموجود عندك. لو موجود عندك عيش دقيق قصدي اسفه دقيق زيرو عادي استخدميه اللي هو دقيق الفينو، مفيش اي مشكله. شايفين يا جماعه العيش وجماله؟ والله العظيم ريحته تحفه. انا عن نفسي بحب خبيز البيت، متعودين على الخبيز اصلا، يعني بنعمل عيش شمسي وبنعمل، بس احنا كنا بنعمله بطريقه غير الطريقه. بصوا معايا حاجه كده تحفه. شايفين الرغيف يا جماعه؟ شايفين الجمال؟ حاجه كده. شايفين القوام بتاع الرغيف من تحت؟ احلى عيش بلدي فلاحي. نفسك تاكليه اعمليه. طريقته سهله خالص زي ما وريتها لك بالظبط. ممكن لو الزيت مش مساعدك قطعيه على دقيق، مفيش اي مشكله. بس اهم حاجه زي ما قلتلك لازم تسيبيه يخمر وبعد كده تخمريه تاني على الرده بتاعته عشان تاخدي ريحه العيش البلدي الاصلي. بس كده تمام. ما تنسوش بقى الشير واللايك والاشتراك في القناه. وبشكر بيرو احمد على هذه الوصفه، بقدر لها كل احترام، بشكرها عليها بصراحه. كل واحد ياخد حقه في الحياه. مع السلامه، اشوفكم في فيديو قريب.